تفاجأ مهدي بن عطية مدافع نادي جوفنتوس لكرة القدم يوم أمس السبت أثناء إجراء حوار مع قناة رأي سبورت التلفزيونية بعد انتهاء مباراة فريقه مع تورينو في الكالتشيو بسماع عبارات عنصرية مباشرة من الاستديو التحليلي ليقرر خلع سماعاته والابتعاد عن مراسل القناة. وحسب مصادر إعلامية أجنبية فقد سمع المدافع عبر سماعة الأذن من طرف أحد ضيوف البرنامج عن ماذا تتحدث أيها المغربي، ليسأل مقدم البرنامج من تحدث له ليجيب الأخير يبدو أن هناك خطأ تقني. ويبدو أن المتخصص في المجال التقني للبرنامج ترك الميكروفون مشغلا داخل الاستوديو، الشيء الذي سمح للاعب مهدي بن عطية أن يسمع كل ما يدور داخل البلاطو، ليكون واحد اللاعبين العرب الذي يتعرض لعبارات عنصرية على المباشر. السلام عليكم، وادعكم لايك للفيديو واشتراككم في القناة تشجيعا لنا للمزيد من العطاء والتألق.